هذا وقد أصدر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بيانا نقل فيه أن التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة المؤقتة والمدير العام أمر الحرس الوطني وما تضمنته من تهديدات وتوعد بالتتبع القضائي والإداري ضد مناضلي النقابة ومنتسبيها عدته احتقارا لأرواح شهداء الأمن والإطار العام لموكب التأبين. وطالب رئاسة المجلس الوطني التأسيسي والحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني بموقف وطني واضح من ظاهرة الإرهاب والإسراع بتمرير مشروعي قانون التعويض عن حوادث الشغل وتجريم الاعتداءات على الأمنيين ومقرات ووسائل عملهم في غضون 10 أيام من تاريخ البيان، حتى لا يضطروا إلى ممارسة أشكال احتجاجية غير مسبوقة سيتم الإعلان عنها في الجلسة العامة لهياكل النقابة الوطنية المزمع تنظيمه قريبا. قدم أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة وإطارات إقليم الأمن الوطني بتونس على خلفية استشهاد زملائهم من الحرس الوطني بجهة كبولات واستنادا إلى تواتر التهديدات باستهدافهم عبر شبكة التواصل الاجتماعي، قدموا بيانا طالبوا فيه سلطة الإشراف والقيادات الأمنية بتمكين كافة أعوان وإطارات أو كافة الأعوان والإطارات تمكينهم من أسلحتهم الفردية على أن يتحمل كل رجل أمن مسؤوليته القضائية والجزائية في صورة استعمال السلاح خارج نطاق الدفاع الشرعي. ونددت النقابة بشدة بالاعتداء السافر على زملائهم. كما ورد في البيان أن رجال الأمن لا ينتظرون من السيد رئيس الجمهورية المؤقت اتخاذ قرار في تنكيس العلم أو إعلان الحداد إجلالا لأرواح الشهداء الأمنيين. وأوردت نقابة الأمنيين أنها تذكر الرؤساء الثلاثة أنه من العار أن يفدي الأمنيون الوطن بدمائهم ويكافئون بتشريد عائلاتهم وتجويعهم وتجميد جراياتهم مباشرة بعد استشهادهم، على غرار ما حصل لعائلتي الشهيدين شاكر القصداوي وأنيس جلاسي وفق نص البيان. وقالت النقابة في ختام بيانها إنه في حال لم تتخذ سلطة الإشراف إجراءات جدية توقف هدر دماء الأمنيين، فإن النقابة ستضطر في مرحلة أولى إلى إيقاف العمل الإداري بكافة المؤسسات الأمنية الراجعة إليها بالنظر، وسوف يضطلع الأمنيون بمهامهم إزاء الشعب التونسي لنجدته والدفاع عنها. أما في مرحلة ثانية ستتوجه كافة النقابات الأمنية إلى وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي لمنع النواب سواء التابعين للسلطة أو من المعارضة من الدخول أو الخروج إلى المجلس، وذلك لمماطلتهم في رفضهم المصادقة على قانون تجريم الاعتداء على قوات الأمن الداخلية ومشاريع تنقيح القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلية.